السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك بكل خير. أهلا وسهلا فيك، معايا أنا خديجة برهان في برنامجك أنا وأنتي. موضوع حلقة اليوم رح يكون عن علاقتنا بالآخرين أو العلاقة مع الآخرين. موضوع حلقة اليوم اللي هو العلاقة مع الآخرين، نبغى نتكلم فيه مين هم الآخرين هذولا، كيف ممكن نتعامل معاهم، إلى أي مدى يأثر طريقة تعاملنا معاهم وتقبلهم في حياتنا على حياتنا نحن. وليش نحن دائما عندنا الكثير مننا عندهم مشاكل مع الآخرين، يعني في عدم الانسجام أو التوافق أو الشعور بالألفة، فبالتالي يضطر أنه يترك الناس في حالهم أو أنه يعتزل الناس. فدائما يكون لسان الحال هو مالي ومال الناس، يعني خلاص تركوني في حالي، مالي شغل بأحد، ولا أحد يجيني، ولا أبغى أحد يقرب جنبي، ولا أحد ولا أحد ولا أحد إلى آخره. وهل هذه الطريقة صحيحة أن احنا نقدر نعيش فيها اليوم في حياتنا، أن احنا نعتزل الناس حتى بالرغم مما يقال إنه والله الناس صار أذاها أكثر من منفعتها أو ضررهم أكثر من فائدتهم؟ هل يعقل أن الإنسان يعيش لوحده اليوم؟ وهل يقدر بهذا الشكل؟ وليش الكثير من العلاقات الاجتماعية وخاصة العلاقات الأسرية فيها هذا النفور؟ يعني ممكن العائلات يتقابلوا مع بعض ويعيشوا مع بعض ويتولفوا على بعض، لكن هم مشحونين وهم على وشك الانفجار، خلينا نقول. ليش هذا كله موجود؟ وإيش أثر هذا الشيء على حياتي أنا اليوم في الدنيا وعلى علاقتي بالله سبحانه وتعالى؟ أول شيء خليني أقول لك إنه الآخرين هذولا مين هم؟ إحنا لما نتكلم عن الناس، مين هم هذول الناس؟ الناس هذولا هم أهلي، عائلتي، ربما يكونوا أولادي، ممكن يكون أحفادي، ممكن يكون حريم أولادي، ممكن يكون أزواج بناتي، ممكن يكون العائلة كلها، يعني العم والخال وأولاد العم وأولاد العمة. الناس ممكن يكونوا الجيران، الناس ممكن يكونوا أصدقائي في العمل أو في الدراسة، الناس ممكن يكونوا جيراني في الحي، الناس اللي ساكنين معايا في نفس الحي أو في نفس العمارة أو في نفس المبنى. الناس ممكن يكونوا الأشخاص اللي أنا أتعامل معاهم. فأكيد هذه التعاملات كلها فيها صدامات، فيها لحظات يعني نشعر نحن بالانفجار فيها، وفي لحظات يعني نشعر نحن راضين يعني أو ما عندنا مشكلة. لكن دائما كلنا نطمح أنه يا ريت نقدر نشعر بالألفة، بالمحبة، بالهدوء والسكينة لما نقابلهم. على الأقل خلينا نقول نحن نتمنى أن نحن لما نقابلهم نشعر أن الدنيا بخير. فإيش الإشكالية في هذه العلاقات اللي مع الناس؟ أول شيء مع الأسف الشديد الناس الآن ليسوا يعني ما هم زي أول، وسبب أن الظروف تغيرت والواقع تغير والأحوال تغيرت والضغوطات تغيرت والمفاهيم حقت الناس تغيرت والعرف اللي كانوا الناس عايشين عليه تغير تماما. وبعد الناس برضو طبعا عن أفكار الإسلام كمان أثر عليهم، بالإضافة إلى أنه الغربة أو الهجرات المتتابعة والمتتالية هذه كلها أثرت على نفسيتهم وعلى طريقة تفكيرهم ونظرتهم للحياة. فما يصدق الإنسان يتعرف على ناس إلا يا ينقل بيت، يا ينقل من الحي، يا ينقل من المدرسة، يا إما ينقل من المدينة كلها، يا ينقل من الدولة تماما. فما يقدر يحافظ على أي نوع من التوازن النفسي. الاقتراب من الناس يخلق حالة من الهدوء والطمأنينة والتوازن في النفس أو التوازن النفسي. وهذا الشيء مع الأسف الشديد بما أنه صار مفقود الآن، فإحنا نقول دائما أنه مرجعه هو تغير مفهوم الناس للعلاقات الاجتماعية. صاروا في ناس مثلا يعني تتعرف على بعض أو تقترب من بعض أو تتعامل مع عائلاتها مع بعض البعض في العائلة الواحدة بقلب طيب وطاهر ونظيف، وإحنا عائلة ونصبر على بعض ومعليش وطيب وحاضر وإن شاء الله وخدومين تماما. وهذولا زمان كان طبعا لما يتعاملوا بهذا الشكل كان لهم احترامهم وتقديرهم وتقدير سلوكهم هذا اللي النابع من قلبهم في تعاملهم. لكن لو جينا الآن كيف الناس تنظر لهم الأشخاص هذولا؟
ينظر لهم كأنهم قليلين الحيلة، كأنهم عاجزين، كأنهم ضعيفين، كأنهم يعني هم مستميتين على هذه العلاقة، فيساء التعامل معهم. فالواحد يحتار، يعني أصير شرير مع الناس ولا أصير زي ما أنا طيب؟ كيف أتعامل معهم؟ يعني أنا أتعامل معهم بطيبتي، يعني بمشاعري الطيبة، أقدم لهم خدمات، ومع هذا يكافئوني بالسوء. فيصير الإنسان محتار، هذه الحيرة طبعا حقيقية يعني. أو إنه يتعامل بعض الناس تعامل بالشر أو بسوء ظن أو بالمكر أو بالحيلة. وزمان لما كان الواحد يتعامل بهذا الشكل كان يتعرض للنبذ، يعني منبوذ مكروه يكون من الناس اللي حوله من المجتمع كله. لذلك كان قليل الناس يظهروا هذا السلوك أو هذه المشاعر، لأنه عارفين أنه الحاصل تبعها أو النتيجة تبعها أني أنا راح أكون منبوذة. لكن الآن لما الإنسان يتعامل بمكر وخديعة وسوء ظن ومن تحت لتحت، صار مع الأسف الشديد يلقى الاحترام والتقدير من الناس. وهذه معادلة غريبة جدا يعني، والواحد يحتار إيش الحكاية، إيش اللي تغير؟ اللي تغير مع الأسف الشديد هو المفهوم حق الناس في التعامل مع هذه الأخلاقيات. الإنسان الطيب هذا لما يسيء الناس التعامل معه لأنهم معتمدين على طيبته وحسن خلقه، أنه رح يصبر عليهم ورح يتحمل الأذى منهم، فهم يزدادوا أذى وهو يزداد صبرا. فهنا طبعا مين السبب في هذا كله؟ في هذا السوء الذي نزل على الشخص الطيب هو نفس الشخص الطيب، لأنه ما رسم الحدود المناسبة للتعامل معه. خلينا نقول لو واحدة مثلا تعامل بهذا الشكل، لما تيجي تشتكي تقول أنا مهما سويت فيهم شيء كويس دائما يكافئوني بشكل سيء، هذه الجواب عليها بسيط جدا، إنه أنت ما رسمتي الحدود، ما حطيتي حد معين ينتهي فيه طيبتك أو سلوكك. هذا كله المفروض أن الإنسان يعني يكون عنده أسلحة يحافظ فيها على أخلاقه الحسنة. إذا أنت اليوم ما تقدري تدافعي وتحافظي على حسن خلقك فأنت في مشكلة كبيرة جدا. طيب الإنسان الثاني اللي تتعامل بمكر وخديعة وسوء ظن وسوء خلق، ليش تحصل على الاحترام؟ لأنه الناس يتبعوا مبدأ إيش؟ خلينا ننكفي شرها فنتعامل معها بأدب واحترام ومحبة وتقدير، ننكفي شرها. وطبعا هذا يخلي صاحب الخلق السيء يتمادى وصاحب الخلق الحسن برضو يتمادى، لكن كل واحد يحصل على نتيجة عكسية. وهذا نتيجة إيش؟ اختلاف مفهوم الناس بالعلاقات واختلاف العرف وتغير العرف حقت الناس كلها. طبعا الإشكالية العظيمة في هذا الأمر إيش؟ يعني نحن نصاب بالإرباك. اليوم أنا إذا كنت أنا قاعد أبني علاقة جيدة مع الله سبحانه وتعالى، لكن بسبب أذية الناس لي أتعلم كيف أرد عليهم وأتعلم الكلمات السيئة وأتعلم المكر والخديعة، معناها أنا خرجوني الناس من الطريق الذي أسير فيه لله سبحانه وتعالى بسبب هذه السلوكيات الخاطئة. فهل هذا يعقل يعني ولا لا؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لما قدر للناس يعني أو لما أنزل القرآن الكريم أخبر الناس كيف يتعاملوا مع بعضهم البعض بعيدا عن المشاعر، لكن حط لهم نظام للتعامل مع بعضهم البعض بغض النظر إيش درجتهم إيش صلتهم، بغض النظر هذا القريب ده قريب مرة، رحم، زوج، ابنة، جار، مو جار، إيش إنه ما يكون. الله سبحانه وتعالى جعل لنا طريقة معينة للتعامل مع الناس، فأخبرنا إنه إحنا أول شيء نعطي كل ذي حق حقه. طيب كل صاحب حق في هذه العلاقة أنا أعطيه حقه كما أمرني الله بدون ما أستخدم مشاعري. كيف يعني بدون ما أستخدم مشاعري؟ يعني ما أضطر إني أنا والله اليوم والله لأني أنا أحب فلانة أتعامل معها بالحسنى، وواحدة مثلا أنا والله ما أحبها ما أرتاح لها سوت فيها أقصر في حقها ولا أظلمها مثلا. هذا الشيء غير مقبول، لأنه في النهاية نحن كلنا راح نسأل عن أعمالنا هذه كلها. فإذا معناها نحن محتاجين إيش؟ محتاجة أنا أفهم كيف أتعامل مع الناس اللي حولي من خلال الحكم الشرعي، فأعطي كل ذي حق حقه. الزوج اليوم لما يحسن إلى زوجته أو إذا أساء لها، هي المفروض تتعامل معه من باب إعطاء الحقوق وأداء الواجبات، فتعطيه الحق اللي له وتؤدي الواجبات اللي عليها. طيب وإذا ظلمني وإذا قهرني برضو في حل، لكن نكون إنه يظلم ولا يقهر ولا يسيء الأدب مع زوجته هذا ما هو مبرر للزوجة
إن هي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى في إعطاء الحقوق والواجبات، لأنه الله مطلع على الجميع، كل واحد راح يتحاسب. يعني اليوم إذا وحدة تشتكي من عائلات، من أهل زوجها ولا من أهلها ولا من أخوانها ولا من أي أحد، ما في مشكلة الشكوى، لكن إذا تحولت هذه الشكوى إلى ردة فعل وإلى سلوكيات تغضب الله سبحانه وتعالى، معناها هنا أنا وقعت في مشكلة أكبر من مشكلة الشكوى نفسها. لأن الأصل أن أنا أدي لهم اللي أديه طاعة لله، لكن مو من محبتي لهم، لأنه في المحبة الواحد بعض الأحيان ممكن يظلم وممكن يعني يقصر. يظلم من خلال إيش؟ إذا بالغتي في حب أحد تبالغي في العطاء، وإذا ما حبيتي تقصري كمان، فهنا تقع في إثم عظيم جدا. إذن الأصل والقاعدة الأساسية في التعاملات هي بالذات مع الناس أنه التعامل يكون من أجل رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأساس من فين نجيبه نحن؟ أني أنا اليوم لازم أعرف الحقوق والواجبات التي يجب أن أؤديها تجاه الآخرين. إذا جارتي اليوم أساءت لي، والله أنا في علاقة سيئة معها، هل معناها أني أنا اليوم ما أقطعها تماما مثلا ولا أصلها ولا أسأل عنها؟ لا، للجار حق. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا يدخل الجنة من بات شبعانا وجاره جائع. طيب، وأحاديث كثيرة جدا. طب أنا إيش أسوي؟ طب جارتي هذه قاعدة تأذيني، تأذيكي، لها حق، مهما أذتك لها حق. لا حق إيش؟ السؤال هذا هو لله سبحانه وتعالى، مو عشان سواد عيونها ولا عشان تحبني ولا عشان تكفيني شرها، مو عشان هذه الأشياء. لازم أنطلق من الفعل تبعي إن هو من أجل الله سبحانه وتعالى. والله زميلي في العمل مش عارف إيش، في الدراسة، صاحبتي في الشغل، صاحبتي في البيت، أختي، أخويا، اللي يكون، مو عشان سواد عيونهم أسوي هذه الأشياء، إنما أقوم بهذه الأعمال كلها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. فأعرف كل واحد إيش حقه، ما أعطيه أكثر من حقه. نحن المشكلة حقتنا إيش هي المبالغة، نبالغ في العطاء، بعدين النتيجة لما تكون مختلفة تماما عما نتوقعه، مع الأسف الشديد نصاب بالصدمة، وهذه الصدمة تسبب لنا مشكلة، وهذه المشكلة ينتج عنها ردة فعل إيش؟ إني أنا ما عاد أسوي خير في الناس. طيب، ما أسوي خير في الناس معناها ما راح أسوي خير في نفسي، لأن في النهاية الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اليوم أنا لما أحسن للناس فأنا ما أنتظر منهم شيء، إنما أنتظر من الله سبحانه وتعالى أن يكافئني فقط ويقبل مني هذا العمل. اليوم لازم تكون قاعدتي في التعامل مع الناس على مبدأ إيش؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني كل شيء راح أسويه هو ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. خليني أوقف معاكي فاصل قصير ونرجع نكمل هذا الموضوع المهم، لا تروحي بعيد. رجعنا بعد الفاصل نكمل موضوعنا. إذن كنا وقفنا إحنا إيش نقولنا؟ أن المفروض يكون أنطلق أنا في علاقتي مع الناس أو في تعاملاتي مع الناس دائما من مبدأ إيش؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب، الآن ننتقل للجزء الثاني. أنا اليوم أكيد الناس اللي أتعامل معهم راح أدي لهم الحقوق والواجبات. طيب، الناس اللي ما مسألة مرتبطة بالمشاعر، كيف أتعامل مع الناس اللي أنا ما أحبهم، أو الناس اللي يحبوني، أو الناس اللي أحبهم ويحبوني، أو يحبوني وما أحبهم؟ كيف أتعامل معهم بشكل نفسي أو من ناحية نفسية ومشاعرية؟ لازم أركز على شيء مهم جدا. الناس اللي أحبهم ويحبوني لازم أستمتع في حياتي معهم. وبرضو أرجع أذكرك، استمتعي بدون ما تتوقعي شيء، استمتعي من أجل نفسك، استمتعي لنفسك أنت فقط. كيف طب أستمتع معهم؟ أستمتع بالوقت اللي أنا أقضيه معهم، أستمتع بالمشاعر اللي أنا أشعر فيها تجاههم، أستمتع بالعطاء اللي أنا أعطيهم، يعني بالوقت، بالاهتمام، بالمشاعر. أقضي معهم أحسن الأوقات من أجل المتعة، لكن ما أتوقع منهم أنهم لازم يبادروني هذا الشيء. خلاص، كفاية أني أنا أعرف أنهم هم يحبوني وأنا أحبهم، فأنا الوقت اللي اليوم أقضيه معهم أقضيه وأنا مستمتعة. اليوم عندك أختك إذا وجدت في حياتك وأنت تحبيها وتحبك، استمتعي بحياتك معها. الوقت اللي تقعدي معها فيه استمتعوا، استرجعوا ذكرياتكم الحلوة، العبوا، اشكوا لبعض همومكم، اضحكوا على كل شيء، اخرجوا، روحوا، تعالوا.
عانقوا بعض، لازم تقولي لها كل الكلام الحلو اللي في قلبك تجاهها، لازم تعبري لها عن مشاعرك هذه حتى بالكلام، لأنه هذا الوقت لن يرجع. ممكن اليوم الله سبحانه وتعالى أعطاكم فرصة أنكم تتواجدوا مع بعض في مكان واحد، ربما يأتي الموت ياخذ واحدة فيكم، ساعتها راح تزعلي إنه أنت ما قلتي لها كل الكلام الحلو اللي كان في قلبك، أو ما قضيتي الوقت اللي تبغي تقضيه معاها بحب زي ما أنت تحبي. ليش؟ لأنه أنت أجلتي هذه المتعة فقط، أجلتيها لبعدين، إن شاء الله المرة الجاية، إن شاء الله كذا، إن شاء الله قدامنا العمر، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. المفروض أني أنا اليوم لما أعيش مع الناس أو أقابل الناس اللي أحبهم ويحبوني أستمتع بوقتي معهم. صديقتي اللي أنا أحبها أستمتع بوجودها اليوم. تأتي الأيام وتفرقنا لأي سبب من الأسباب، غربة، هجرة، موت، مرض، ظروف، أي شيء، ينقطع بيننا الاتصال. إيش اللي حيبقى لي في ذكرياتي الوقت الحلو اللي أنا قضيته معها. هذول بالنسبة للناس اللي أنا أحبهم ويحبوني. نفس الشيء ينطبق على الأبناء. لا يكون إحنا مرة واثقين إنه أنا أحب أولادي وأولادي يحبوني وخلاص كده عايشين بهذا الشكل، هذه الثقة، لأنه كل يوم والتاني بيتغير شيء. ربما اليوم الواحدة تجلس مع أولادها يكون هذا آخر جلوس لها معهم فيه، من غير شر يعني. يحدث أي شيء، تتغير الحياة كلها، فجأة تتغير كل الأمور. اليوم أنت أولادك في حضنك، بكرة ما تعرفي فينهم، وأنت نفسك ما راح تعرفي فينك. فاليوم تحتاجي أنت تضمي أولادك وتقبليهم وتسمعيهم كلام حلو، حتى وأنت تتخانقي معاهم. لازم تفرقي بين شيئين. أنا لما اليوم ما أتخانق مع أولادي هو من أجل تربيتهم وتوجيههم، وليس من أجل أن أنا حاقدة عليهم. ففرق، فتنتهي لحظات الصراخ والكلام المعصب مع الأولاد في خلاص في لحظات دقيقة جدا، وأدرب نفسي أنا أخرج من هذا كله، أدخل في شعور آخر جميل جدا مع أولادي أقضي معهم. في النهاية الأبناء أساسا راح يكبروا ويغادروا هذا العش، فإيش حيبقى لنا إحنا في ذاكرتنا تجاههم، أو في ذاكرتهم هم؟ اللي راح يبقى إنه والله أمي كانت تسوي معايا كده، وأمي كانت تفعل معايا، وحتى لما تعصب تقول لي كده، ودائما كانت تقبلني، ودائما تضمني، ودائما تحضني، ودائما هذه الأشياء اللي هتبقى. طب الناس اللي يحبوني وما أحبهم، إيش أسوي معاهم؟ الناس اللي أعرف تماما أنهم ما يحبوني لكني ما أحبهم والمحبة من الله، هذول أنا ملزومة تجاههم أن أنا أقدم لهم الاحترام، أتعامل معهم باحترام وأدب، وأعطي كل واحد حقه، وأنزل كل واحد منزلته. مش بالضرورة أنه كل الناس إذا حبوني معناه لازم أحبهم، لا، مو بالضرورة على الإطلاق. ممكن الواحدة تعيش مع زوجها يحبها لكن هي ما تحبه، بس مو معنى أنها ما تحبه أنها تكرهه. ليش الناس دائما تفهم أنه المحبة مرتبطة بالكراهية؟ مش بالضرورة كده، بس ما تحب، سبحان الله، إذن هي ملزومة أنها هي تحترمه وتقدره. ونفس الشيء ينطبق بعض الآباء والأمهات، يعني أو بعض الأبناء يكون عندهم أب وأم لكن هو ما يحب ممكن أبوه أو ما يحب أمه. هل معناه إذا ما يحبه لازم يكرهه؟ لا، مو لازم يكرهه، لازم يحترمه ويؤدي له الحق. حتى الله سبحانه وتعالى يعني لما قرر حقوق الوالدين ما قال إنه لازم بالضرورة إنه إحنا نحب آبائنا وأمهاتنا، لكن قال لازم نبرهم ونحسن إليهم ونطيعهم. وهذا البر والإحسان والاحترام يولد مع الوقت المحبة، فالمحبة تأتي بعد الاحترام وحسن التعامل مع بعضنا البعض. طيب الناس اللي ما أحبهم ويحبوني، أو خلونا نقول الناس اللي ما نحب بعضنا البعض، كيف أتعامل معهم؟ هذول الناس اللي ما أحبهم ولا يحبوني معناها لازم أتفاداهم، أتفادى أن أنا أتصادم معهم. يعني أتعامل معاهم أيوة، لكن أفضل أنه أنا ما أتصادم معاهم على الإطلاق، وأتجنب مسألة أني أنا أتصادم معاهم بأي شكل من الأشكال. وهذا يتطلب مني أن أنا أتمتع بحسن خلق عالي جدا وبالكثير من الصبر وسعة الصدر. هذه هي الأحوال اللي إحنا نقدر نعيش فيها مع الناس. في النهاية أرجع أقول وأكد أنه المهم مع الناس أو عيشتنا مع الناس وتعاملنا معهم مو مهم نحن نحبهم ويحبونا، قد ما هو مهم إن إحنا نحترم بعضنا البعض ونؤدي الحقوق والواجبات اللي على بعضنا البعض، لأنه الناس تعيش مع بعضها البعض بالاحترام وليس بالمحبة. أي شيء مو بالمحبة، لأن المحبة هي نتيجة الاحترام. الاحترام يجي معاه أني أنا لازم أحسن التعامل مع الآخرين. في نهاية هذا اللقاء أتمنى لك السعادة دائما مع من تحبينهم ويحبونك، وأتمنى أن الله سبحانه وتعالى يجعل لك دائما مع الناس سهولة في التعامل وتقبل الحياة معهم، وأنك تعيشي معهم برفاهية والكثير من التفاهم والكثير من السعادة.
هذا كان آخر شيء لقاء اليوم. أتركك في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.